ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كده كام لفة طرحة تنفع المدرسة والكلية، تنفع مناسبة. وهوريكم في الاخر كده لفة الطرحة اللي انا بحبها وبلبسها. لفة الطرحة دي هي شبيهة بالسوري شوية. يلا اول لفة طرحة هنبدأ مع بعض. اول لفة، اول حاجة هنحتاج البندانة دي اللي هي بتبقى كده. بصوا شكلها دي اللي هنلبسها. انا لابسه البندانه دي عشان شعري بس مش اكتر. ماشي، هنقوم لابسينها كده. بصوا، هي فيها، انا بحب احط الكرتونه، فهي الكرتونه اصلا موجوده، فهنبتدي بقى ايه نظبطها. تمام. ابتدي ان انا ايه اظبط الطرحه. تمام. انا ما بحبش البتاع بتاع اللي تحت ده، يعني ما مش بستخدمه، مش بحس ان هو احسن حاجه يعني. تمام. يبقى اظبط ودي إيه بوديها اكسعكس هنا كأنها بندانة عادية. دي برضو اكسعكس هنا. ودي دلوقتي انا رجعتها ورا السكة بس، وظبطي دي كده من هنا وظبطي دي كده من هنا. البندانة دي تتلبس على اي لفة طرحة، ما عدا اللفة الاخيرة اللي انا قلتلكوا لفتي شبه السوري. دي هتبقى عايزة البندانة السودا بس. انما دي هتتلبس على كله يعني. المهم هجيب الطرحة بتاعتي واقوم فرداها. تمام. واقوم جايبة يعني الحتة الصغيرة خالص هنا. تمام. بصوا دي كبيرة قد ايه. تمام. واقوم عاملة ايه، هقوم ابتدي اظبط الطرحة. اظبط ان انا احاول اني اخفي البندانة. ارجع لورا كده سيكة واقوم بصوا وارجع. تمام. بصوا وابتدي من هنا برضو. تمام. واقوم جاية كده، بس قبل ما اربط اي حاجة او قبل ما البس دبابيس اي حاجة. بصوا بقى كده. طبعا عشان انا داخلة قدامكم البندانة باينة كده، هي مش بتبقى باينة اوفر يعني. بصوا من بعيد مثلا يعني عادي. اقوم جايبة دبوس. بصوا بقى عشان تثبتوا الطرحة وقت اكتر. بصوا، اول دبوس يتاخد ويتحط بعد كده. بصوا لفيت لفة ودخلت الدبوس. انا بلف الطرحة يعني من هنا لفتين، واقوم اخدة واحدة تانية واقوم عاملاها كده، واقوم برضو جاية من هنا لفة دبوس تاني. تمام. دلوقتي انا هنا عاملاها بدبوسين مش دبوس واحد، دي تركة هتثبت معاكي الطرحة جدا. بصوا ابتدي بقى ايه ان انا اطلع جزء كده من هنا، افرد الاول واطلع تاني اهو، وامشي 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 واطلع من هنا برضو. وابتدي ان انا الف. اللي طالعه هو ده. دلوقتي هنشيل دي، هقولكوا هنعمله فيها ايه وكده كده. بصوا هنا اهو المكان ده ابتدي ان انا احط فيه دبوس. بس هخلي بالكوا طيب عشان الحته دي الشكه فيها وحشه اوي اهو كده. ابتدي دي بقى ايه ان انا الفها من جوه، بس ابقى فرداها كويس.
واشبكها بصوا اهو طرفها ومشبكاها في القميص من ورا. انا عشان هفكها مش هفك الطرحه يعني دلوقتي فمش هشبكها. بصوا بقى طبعا انتوا المفروض بقى ايه تدبسوا الطرح يعني تحطوا الدبابيس من هنا ومن هنا، بس انا هفكها. انا بوريكم التكنيك بس بتاع الطرحه دي لان كان عليها ضجه جامده يعني. تعالوا بقى لللفة رقم 2 بنفس الطرحة. انا حاولت ان انا برضو البس قميص ابيض عشان يبقى رايق مع كل الطرح يعني، ما يبقاش فيه حاجة مش رايقة او يبقى بيزك ان انا هعمل عليه اي لون طرح. تمام، هبتدي برضو ان انا افرد طرحتي بس هخليها المرة دي النصين قد بعض. تمام كده، واحاول اخلي النصين تمام قد بعض. يلا بينا ظبطناهم يبقوا زي بعض. هبتدي ان انا اعمل ايه، ان انا افرد الطرحة على البندانة او تجيبيها البندانة كده، بس الطرحة يعتبر ومرجعة الدبوس ومشنكلة الجنبين. وبرده نفس التريك عشان تثبتي الطرحة ان احنا نحط دبوس تاني هنا اهو، يعني دبوس اول وتقومي تانية كمان وتعملي دبوس تاني، هتسحب الطرحة معاكي وكمان هتثبتها يعني هتثبتها وقت اكتر. هحاول ان انا افرد الطرحة كده واجيبها بصوا يعني اخلي الطرحة مفروضة خالص واقوم تانياها كده واقوم جايباها كده. تمام بصوا شكلها بيبقى شيك قوي للشغل والحاجات السريعة، المدرسة مثلا هتبقى جميلة برضو. بصوا طبعا تثبتوها بدبوس من هنا. ابتدي بقى ان انا اثبتها هنا بدبوس ويبقى كده الطرحة اسهل ما يكون، سهلة جدا بلفة يعتبر وشكلها شيك وبتليق على اي حاجة بقى. بتليق بجد على اي حاجة يعني اي طقم اي مناسبة. يبقى كده دي اللفة رقم 2. اللفة رقم 3 قريبة جدا من اللفة رقم 2 بس هي أذواق. أنا لما قلت اللفة رقم 2 قلت هفرد دي كده وقلت هجيبها الناحية التانية وهسيب دي نازلة. في ناس مش بتحب دي، فهنعمله ايه، هنعمله ان احنا هنفرده كمان بس نفرده اي حاجة هنا عشان متكلكعش، ونقوم جايبين دي كده، نقوم برضو جايبين دي وفردينها كده وجايبين دي وفردينها. بصوا نفردوها خالص ارجعوا بالاتنين ورا بقى جبتها. المهم ان هنا كده تقوموا اخدين الحتة دي مظبطينها مع التانية وتقوموا عاملينها بدبوس. تبتدوا تفردوا الاتنين على ورا وتنزلوا من الاولى يعني تشيلوا التانية خالص وتبتدوا من الاولى تظبطوها ورا وتفردوها وتنزلوا منها جزء بس تديروا منه رقبتكم. بصوا دلوقتي شكلها انا مش عارفه اعرف ابينلكوا ولا لا، شكلها بيبقى هادية جدا للناس اللي بتحب الحاجة السيمبل. ممكن تدخلوها من تحت الشميز بتاعكم اللي انتوا لابسينه او من تحت اي حاجة ممكن انتوا تدخلوها. انا بحب اسيبها الصراحة بسيطة جدا وهادية قوي للناس كده الشيك اللي بتحب الحاجة تبقى سيمبل قوي. اللفة الرابعة انا حاسة ان هي سواري اكتر. يعني مش بحسها للجامعة يعني مش بحسها مناسبة لوقار الكلية فاهمين. بنفس الطرحة بس هنعمله ايه بقى، هنقسمه الطرحة نصين. تمام استنوا اقسمها واوريكم. بصوا انا قسمتها نصين وهبتدي ان انا احطها
بصوا انا خليتها كده. بعد كده من هنا ممكن نثبتوها بقى بدبوس، يعني بدبوس من هنا. انا مش هثبتها عشان انا مش هنزل بيها، انا بوريكم الفكره وانتوا طبقوها بالتثبيت، يعني انتوا تكملوها، انا بس انا بوريكم الفكره بس. تمام، ابتدوا كده، نرجعوا 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 نرجعوا، واخد الطرف ده اللي من هنا، الف على الطرف التاني. بصوا ربطها ربطة واحدة بس، بصوا ماسكة من هنا، وربطة واحدة قوية. خليت واحدة أطول من واحدة سيكة، وهوريكوا دلوقتي هعمل ايه. هتني صبعي كده على واحدة، وامسك دي، واقوم جاية رابطة، ادخل دي يعني في التانية اللي انا عملتها، يعني بقصر واحدة وبربط بالتانية. تمام، وفشيت، يعني اعمل كأني بعمل فيونكة. تمام، بصوا شكلها هادي جدا، مناسبة للشغل ومناسبة للسواري، جميلة قوي وهادية كده، تنفع لو انتي في الشغل، تنفع لو انتي عندك مناسبة سواري، ان كانت تبعك او مش تبعك، هي جميلة في الحالتين ورقيقة كده. الطرحة اللي انا بلبسها او من اول الفيديو معايا دي، انا اضطريت ان انا اثبتها ليه عشان اوريكم ان هي تنفع، اللي هي الشيفون الكريب، تنفع مدرسة، تنفع كلية، تنفع مناسبات، وشكلها هادي جدا. طبعا انا مش حاطة ميك اب، حاطة بس بلاشر وليب جلوس. ده مش ليب جلوس على فكرة، ده مرطب. هقولها لكم لو عايزين تقولولي، قوليلي في الكومنتات تحت وانا هقولك هو ايه السر. كده هبقى وريتكم 4 لفات، 3 عادية وواحدة تنفع سوري وتنفع عادية برضو، تنفع للشغل. فضل الرقم 5. اللفة دي مميزة بيا سيكا، او انا بحب البسها. هي شبه السوري، شبه السوري، سوري، شبه السوري، لكن فيها اختلاف سيكا كده، هتعرفوا معايا. يلا كملوا معايا الفيديو. بصوا يا جماعة، بصوا دلوقتي في اخر اللفة، اول حاجة انا لبست البندانة السوري دي كده من قدام. بصوا المهم بقى هبتدي ان انا افردها كده كده، واقوم فرداها. قبل بس ما افردها اقوم منزلها قدام شوية كده. تمام، دي للناس بقى اللي ما بتحبش تبين شعرها. بصراحة بحب اللفة دي، يعني بحسها انا شوية. بصوا هي بتبقى كده، بتبقى شعر مسطرة بجد. أم، دي هستخدم معاها بقى طرحة جل، كأني هلف لفة سوري عادية جدا، بس هلفها ازاي؟ هلفها ان انا هحطها على البندانة. اللفة السوري البندانة بتتحط هنا، لا انا مش هعمل كده. انا بصوا البندانة هي لازقة في اوضتي خالص ولازقة هنا، انا همشيها عليها. تعالوا اوريك ازاي. بصوا بقى اهي الطرحة، انا بقى مش هلف الطرحة كده، لا انا همسك البداية كده واعملها مثلث، واقوم طالعة بقى اقعد اظبط. وراكم مراية، ورا الكاميرا مراية، فانا عشان كده ببص في المراية عشان اظبطها يعني. اهو كده. بص بقى انا هلفها كده، وهبتدي ان انا ايه اظبطها على البندانة. الطرحة فيها شعر ابيض خفيف كده، ده شعر القطة، دي اقل طرحة عندي فيها شعر، يعني الحمد لله ان انا لحقت طرحة ما فيهاش شعر. وابتدي ان انا امشي بقى على الايه، على البندانة كده. وريكم لما اكمل لف. بصوا انا خلاص عملتها بالدبوس. هبتدي بقى الحته اللي هنا دي ادخلها في البندانه، لان انا كده كده عامله البندانه من قدام، ان انا ادخلها كده في البندانه. بس هتبقى كده. ابتدي بقى ان انا الف الطرحه. الطرحه طبعا هتبقى عندي طويله، ودي حاجه حلوه. وابتدي بقى ان انا اكمل اللفه بنفس التانية. تمام، بنفس التانية اللي انا تانيها. ابتدي بقى ان انا حصلت دلوقتي حادثة بشعة، الدبابيس كلها اتكبت وانا بكمل الفيديو ده، انا خايفة ادوس عليها. المهم ان انا حطيت دبوس هنا، وهحط كمان دبوس هنا كده.
هبتدي ان انا اكمل، بس اعدل بقى من الطرحة اكمل لف هدخلها جوه القميص. بس انا بس عشان هوريكم، او ممكن الفها لكم طيب ويجي. بصوا بقى الطرحة وجمالها، انا بقى بموت فيها الطرحة دي. يعني مميزة انا بيها، وهادية كده، وبتلم بتلم الشعر كله، مناسبة لكل حاجة. السواري يعني اللي هيلبسها هيبقى اصلا حد مش بيحب يبين شعره يعني. لو حد سواري عايز يلبسها، طبعا الجل مهما ادمت هتفضل عشقي. انا بحس ان الجل دي ما بتقدمش، بحس ان هي يعني هادية ورايقة وتنفع في كله. بس كده، وده كان فيديو لفات الطرح. عملنا 5 لفات للطرح، واحدة سواريه وتالتة عادية ولفتي مميزة. اتمنى ان الفيديو يبقى فاتكم في اي حاجة. لو عايزين فيديو ليب جلوس اللي بقلب 15 جنيه، اللي اقل من 15 جنيه قولولي. لو عايزين روتين ضوافري وازاي بطولها قولولي في الكومنتات. متنسوش اللايك والكومنت الحلو والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.